السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتعلم نقشر سمك اللمبوكة. زي ما انتم شايفين كده، ده سمك بحر. آه بيتقشر بالطريقة اللي انتم شايفينها دي. هنتعلم النهاردة تكات وحركات تقشير السمك بطريقة سهلة. ويلا بينا. وبكده نكون خلصنا تقطيع السمك، تقشير السمك وتقطيعه، تنظيفه وغسله بالخل والليمون والملح، ونشطفه كويس. ونبدأ بقى نتبل بالتتبيلة دي: توم وفلفل وكمون، وندعكه كويس، ورشة خل بسيطة. ونرجع بعد منها نرشه دقيق ونقليه في الزيت زي ما انت هتشوفي. لو وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا، ما تنسيش تدعميني باللايك، اشتركي في القناة، تفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسيش تكتبي لي تعليق تقولي لي في رايك ودعوة حلوة منك. وهنا بنقلي السمك في الزيت بالطريقة اللي انت شايفاها دي. اتمنى تجربي الوصفات وتعجبك ان شاء الله. بجد هتتبهري بجد وتبهري اولادك
وضيوفك بالتتبيلة دي. بجد السمكة دي رهيبة جميلة جدا، جربيها مش هتندمي بجد، الطعم في حتة تانية. وهنا كمية السمك كانت كتير، شيلنا منها شوية وعملنا على قد الاكل، بس ان شاء الله جميلة جدا مشبعة جدا. وده شكل السمك بعد ما خلص. هنبدأ نشتغل في السلطة زي ما هتشوفي. هنا معانا خيار وفلفل وطماطم